من اكبر المؤثرات في البرازيل شدوها في مراكش، ولكن شنو دارت لدرجه بان القنصليه ديال البرازيل في المغرب غادي تدخل وما قضات والو؟ حتى غير عاد واحد الانفلونسوز برازيليه مشهوره سميتها ليزيا غوتيريز، عندها اكثر من 1.5 مليون متابع في انستغرام، غادي تمشي دوز العطله ديالها في مراكش بالضبط في اوتيل مامونيه، حتى الفلوس كيروج، كلشي دايز مزيان حتى 30 اكتوبر فين ليزيا غادي دير اخر ستوري ديالها في انستغرام وغادي تكتب انا مقلقه بزاف حيت شفروا لي التليفون ديالي وديال راجلي مع شارجور، ولكن الحمد لله الوثائق ما تقاسوش حيت خليناهم في لوطيل، غادي تمشي ترونها في لوطيل مامونيه، لوطيل يحاول يبردها يعيط لها البوليس باش يديوها دير شكايه، غير جاو البوليس لعين المكان ليزيا غادي تحمس غتبقى تعاير وتسب في البوليس، غادي تشبكها معاهم، قضيه ترونات تيحاولوا يهدنوها سيدها زاد تحمسات، ليزيا غادي تهجم على واحد البوليسي تما غادي تبدا تدفع فيه، سيدها حاسه براسها تحب راسها مشهوره وعندها الفلوس غادي تركب فوق منها، لا بنت مهمتي قانون فوق الجميع، هزوها البوليس وغادي يديوها فين تربى، القضيه غادي ترون في البرازيل لدرجه بان القنصليه ديالهم في المغرب غادي تتدخل، والله ما قضاو شي حاجه، البوليس المعني بالامر حلف ما يتنازل، واكثر من شهر وهي دابا في الحبس ومازال ما تحاكماتش، خاصكم تعرفوا ان ليزيا غوتيريز معروفه عليها الدصاره والتسنطيح، ولكن طاحت في بلاد ما معاش داكشي، حيت في 2021 دفعت واحد البوليسي في لاس فيغاس في واحد المهرجان وخلصت فيها غرامه ماليه كبيره، مرحبا باي سائح، المغرب بلاد الجود والكرم، لكن ما تفكرش تطبقها علينا، والمغرب اولا ولا غالب الا الله.